وبركاته لكل تحية ايه والله، وتحية للقاعدين على التليفون كلياتهم، ويستنقشوني واحد واحد الحكي بس للبنات والشباب على راس كمان. اليوم كل كفكر تركيا راح تكون هيك يعني. انا مثل ما عم فكر انه تركيا في امان وتركيا بفايدة، بس الله وكيلكم ايمت من طولكم هدول جماعة شو كان اسمه الحيطين طلبشة على خصره مثل ابو شهاب، وانه يطلعك وبقول لك يا معتز بدي هويتك، بتقول له انت ما عندي هوية، فبقول لك بدي تفضل قدامي حتى ارجعك معي على سوريا. المهم بلد هيك الله هي تركيا هون انتم متوقعينها في بالكم، بس والله بدي اورجيكم منظر ثاني لتركيا. هاي اول منظر. طول بالك يا خيو، هي من طبخة امبارحة، هي عفوا هي الصورة بالغلط. اكمل هي تركيا اللي كنا نحن متوقعين انه نطلع نلاقيها، نطلع انه نشوف هي تركيا. اكمل الفيديو بهلا شرشة حطلعنا تبهدلنا، طلعت تركيا غير وجه. اكمل الفيديو. مناظر للسيل. انتوا بتتوقع في بالكم انه والله صديقي صور لي مناظر عنده في اسطنبول، يخرب بيته على المناظر عن جد، بحر وحلو، حوريات عنده كمان، عنده صبايا وسيارة وعلى اساس يساعد بده يبعث وراي انه هيك يعني يساوي معي للحمل. طلب والله مني للحمل وانا وافقت عليه، نشوف بعضنا باسطنبول قلت له. فالمهم الله هيك حديقة. هي شو هي؟ هي حديقة، وهي من وراي شجرة، وهي تركيا. هاي تركيا 2017 يعني 2017 والشهر الجاي. هي اللي عم بتوقع انه ما بدها يوم ما في فرق كثير يعني. يوم بتحس حالك بسوريا الله وكيلك، البيت بيتك، الدنيا من قوة الحجر. انا حاسس هون طبب كذا كم قذيفة وكذا كم حروب. المهم وهيك يعني، بس يعني هلا الكل كان مخشوش تركيا انه بلد حلوة، هي بلد بشعة يعني. والله وكيلكم صايرة تركيا مثل التواليت، الداخل على تركيا يعني برا تركيا ما عارفين شلون بده يدخل، اللي بداخل تركيا ما عارفين شلون بده يطلع يعني. تحية للشعب التركي. الله وكيلكم انا بشتغل مثل الحمار. في من الساعة 2 الصبح، في من الساعة 8 الصبح بروح على الشغل، برجع الساعة 9 بنام. وقت البنام بحلم اني كمان قاعد عم بشتغل، فما في فرق كبير. ايه هيك يعني. هذه البنايات الصدمة. يلا الله راح تشوف البنايات المهرهرة. هي تركيا بس هيك اول بنايتين ثلاثة بتشوفون الحلوات، البقية الله وكيلكم شغل الصاخور وشغل مساكن هنان والباقيين، ويمكن مساكن هنان وارخص. يا لطيف، ولقد سقطت قذيفة هاون. فتخيلوا منظر يرعاكم الله وانا طالع نشرة اخبارية. 5 دقائق تصوير نشرة اخبارية، قناة حيدر حكيم ترحب بكم. وأعزائي الآن متابعين قناة حيدر حكيم نشكر تواليكم. ولقد وردنا الآن في هم العناوين والأخبار. كنت وصلوا ال 200 الفيديو لل 200 لايك لكل واحد يعني يمسك تليفون أخوه وابن عمه وأبوه ويشحط اليوتيوب ويعطيه اشتراك يعني هيك. تحية لكم. لا كم شد مشتركين حرام مشان ما نكتر عليكم، لل 200 مشترك يعني مو كتير ها. شوف هي كان الحلقة الثالثة يعني من الفقرة الطويلة من يوميات سوري في تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء جديد. وقت القلب ولا صار على الظهر بحكي حس حالي فيصل القاسم ونزل شحط في العالم. يا اخي كنتم حفاة بعد الفتره الاستعماريه، كنتم حفاة فلبستكم احذيه الجيوش. كنتم جهلاء فعلمتكم هذه الجيوش. مش هي اللي قامت ضد المستعمر وحرقت البلاد ونوات منها تكون دول. كنتم جهلاء فتعلمتم وكنتم خارج الاطار، كنتم رعاة حفاة ومرميين في القرى والارياف تحت جزمه المستعمر، فتحولتوا الان الى الرفاهيه الفكريه. صرت من جماعه حزب البعث العربي الاشتراكي يعني. كلمه عمل لك شغلي، كلمه عمل لك شغلي مطلوبه من الرفيق القائد. يلا عن ابو هيك قائد يا زلمه. قائد شو يا رجل؟ هذه
الوطن. كلمة علمتني حرفين وعطيتني ليرتين سوريات، بتقول لي انا علمتك من بيت ابوك يا ابن 60,000 فرماي، من بيت ابوك يا ابن 60,000 فرماي. هذه فلوس الوطن. من بيت ابوك يا ابن 60,000 فرماي، هذه فلوس الوطن. من بيت ابوك يا ابن 60,000 فرماي، هذه فلوس الوطن. من بيت ابوك يا ابن 60,000 فرماي، هذه فلوس الوطن. تكون فقرتنا وحلقتنا خلصت. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال رضاكم وعجبكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. والف تحية لكم، تحياتي لكم، السلام.